في هذا الفيديو نوريكم كيفاش تصايبوا احسن بريوش حيت كيجي خفيف لذيذ، وثقوا بي انكم النهار فين تجربوا هذه الوصفه هذه ما عمركم تعاودوا تتخلاو عليها. لا تنساوش تخليو لي لايك ومشاركه. انتقلوا للوصفه. بالنسبه لهذه الوصفه غنحتاجوا نص كيلو ديال الفرص. انا عندي 100 غرام ديال السكر سنيده مع ساشي د الفاني. انا عندي شويه د الملحه. انا عندي بيضه واحده. عندي 10 غرام ديال الخميره ديال العجينه. انا عندي 230 غرام ديال الماء. وانا عندي 80 غرام ديال الزبده. يمكن تكون زبده، يمكن تكون مارغرين، بحال. خصكم تعرفوا ان فاش كيكون الحال سخون كنستعملوا زبده بارده. فاش كيكون الحال بارد كنخرجوا الزبده واحد شويه من الثلاجه قبل ما كنستعملوها. هنا اول حاجه كنديروا جميع المقادير في العجانه. هاد الوصفه كلكم تعجنوها بيديكم، الا ما كانش عندكم العجانه معلوم. لا بدا كنفرقوا السكر والملحه على الخميره باش ما تموتش الخميره. دونك هنا كنعجنوا بسرعه واحد 3 دقائق على ما كتجمع العجينه. وهنا كنضيفوا الزبده ديالنا. دونك فاش كنضيفوا الزبده ديالنا هنا كنديروا سرعه متوسطه وكنعجنوا لمده 10 ديال الدقائق. دونك بحال اللي قلت لكم هذه العمليه يمكن لكم ديروها يعني تعجنوا بيديكم الا ما عندكمش العجانه. كيكون نفس الوقت 10 دقائق. نوريكم بعض القوام اللي خصو يكون باش نعرفوا ان خصنا نساليو يعني اننا نقدو نحبسوا العجانه ولا نقدو نحبسوا العجين. دونك هنايا فاش كنكونوا كملنا 10 دقائق كما كتشوفوا كتكون ما كتلصقش بزاف في اليدين، كتلصق واحد شويه كي ماشي بزاف، يعني ما كتكونش قاصحه ما كتكونش ناشفه. هذا هو القوام ديالها. وفاش كنقطعوا واحد الطريف من العجينه كما كتشوفوا ما كيتقطعش، كيكون الاستيك. بهذا القوام كنعرفوا ان لي بريوش ديالنا ما يطرطقوش في الفران ملي يتنفخوا. نديروها في واحد الاناء كما كتشوفوا، كنغلفوها بابي فيلم وكنخليوها تخمر ساعه د المكانه. الوغ فاش كتخمر هنا كنقطعوها طريفات. راه يمكن لكم الا كان عندكم ميزان ديروا 50 غرام لكل طرف، ما كانش عندكم ميزان يمكن لكم ديروا غير نتوما عينيكم ميزانكم. باش نشكلوا كرات كنديروا هاد الحركه بيدينا. كناخذوا العجينه وكنبداو ندوروها في البلون طرافاي يعني بهذه الطريقه هذه حتى كنحصلوا على يعني دي بول بحال هكا اللي كيكونوا ليس كما كتشوفوا. وكنشفوهم في واحد البلون ديال يعني في واحد الطابي قبل ما كنخليهم عاوتاني يخمروا واحد الساعه المكانه. يعني هنا خصنا نخليهم يخمروا مزيان، خصنا يعني خصنا نعطيهم الوقت الكافي باش يخمروا مزيان. فاش كيخمروا كناخذوا بيضه واحده وكنضيفوا لها 2 معالق ديال الحليب. كنخلطوا مزيان غير بفرشيطه، وهنا كندهنوها في لي بريوش ديالنا. فران سواء بالمروحه ولا بلاش كيكون شاعل على 170 درجه الفوق والتحت. كنخليهم حتى كيطيبوا مزيان. كتاخد العمليه ما بين 10 حتى ل 15 دقيقه باش نعرفوا انهم راهم طيبين. كيكونوا محمرين وكنهزوهم لتحت كيكونوا محمرين حتى لتحت. كيكونوا خفيفين. اذا كانوا تقال يعني ان راه العجينه مقلبهم مازال ما طابت. دونك يعني كنخليهم عاطين واحد شويه حتى كيكونوا خفيفين محمرين الفوق والتحت. تساوليش لايك اشتراك وكتبوا لي في التعاليق الوصفه اللي تبغيوها في الفيديو الجاي ان شاء الله بحول الله. شكرا.